هم مش عايزين يسموها مباراة، إنما بيسموها زي تقسيمة. الفكرة جديدة، وهو نوع من الخروج على المصاعب اللي موجودة حاليا في إقامة مباراة، أو إن إحنا يبقى في نشاط سواء لمنتخب يلعب مباراة ودية مع فريق من الفرق عربية كانت أو أجنبية. فالحقيقة لقوا الحل في إنه الناس يلعبوا تقسيمة. أنا بسميها مباراة، هم بيسموها تقسيمة. هي جارية الآن والنتيجة فيها 1-1. أشرنا إلى أن الأهلي عنده سفر إلى أديس أبابا. طبعا أديس أبابا معروف، أو أثيوبيا بشكل عام معروف أنها 2700 متر فوق سطح البحر، فلها طبيعة مختلفة شوية. وأيضا المباراة تعتبر فيها أهمية أزيد من الظروف العادية. دي لو كانت في ظروف عادية مباراة في دور 32 مع البني الأثيوبي، إنما الظروف الحالية وتوقف النشاط بيجعل لهذه المباراة أهمية أعلى. الكابتن محمد يوسف مدرب فريق الأهلي، بحييك وبرحب بيك وأهلا بيك معنا. أهلا بيك يا أستاذ خالد، وبرحب بحضرتك وكل المشاهدين، وببارك لحضرتك طبعا على البرنامج الجديد ربنا يخليك ليا، وإن شاء الله بمزيد من التوفيق إن شاء الله. ربنا يخليك ليا. طبعا أنا يعني أنت واحد من الأعزاء اللي كان لينا يعني علاقة ممتدة يمكن لأوائل التسعينات لما كنت لسه ظهير أيسر. فيعني الحمد لله الود متصل، وأنت من الشخصيات اللي تحب بجد، يعني إنسان صافي من داخله ومتصالح مع ذاته بشكل جميل. تخش في الموضوع، إيه رأيك؟ أنا مش سامع حضرتك الجزء الأخير، بس الصوت واطي عند حضرتك. هو كويس، هو كان إطراء فيك بس خلاص، يعني خليه بقى يعني خلي بقى حد يقول لك عليه. عايزين نعرف. أنا عارف، أنا متوقع من حضرتك طبعا، أنت عارف العلاقة قديمة، أنت عارف أنا بحبك. أنا بحبك في الله كده. أنت إنسان ابن حلال وجواك أبيض جميل. عايز أسأل بقى في مجموعة من الأسئلة. خلينا نبدأ بالزيارة النهاردة. بوب برادلي كان في النادي الأهلي والتقى مع الجهاز الفني. إيه اللي دار في اللقاء ده مع بوب برادلي ومستر مال جوزيه؟ هي زيارة طبعا ممتدة، وكان ليها زيارة سابقة لو تفتكر حضرتك، كان يعني بمناسبة لما جم زارونا بعد أول تدريب. احنا بدأنا بعد أحداث بورسعيد. نعم. ومستر بوب برادلي ساعتها قال ان انا يعني هيبقى في زيارات اكتر من زياره، وهيبى في علاقه على طول مستمره بيني وبين مستر مانويل والجهاز بالكامل طبعا، نتيجه يبقى على طول مطلع على لحاله اللعيبه بتاعتنا اول باول يعني. وهو كان النهارده بالتحديد يعني في تنسيق، لان انت عارف هم عندهم مباراتين، مباراه لبنان وتشاد، واحنا عندنا مباراه بني الاثيوبي هناك. نعم. في اثيوبيا يوم 25. نعم. وهو عنده مباراه يوم 29. كنا بننسق ازاي اللعيبه هتيجي ترجع من معانا تروح معاه. بس كانت الحته يعني ويعني عن حاله اللعيبه بقى في المعسكر، ومين اللي حالته البدنيه والاصابات ان شاء الله امتى تعود بالنسبه للجمهور، بالنسبه لعبد الله السعيد وسيف عبد الفضيل وكده يعني. الزياره كانت زياره، استمرت زياره قد ايه؟ يعني ما يقرب من نص ساعه يمكن ثلث ساعه. زياره مكاتب ولا كان في ميران شغال وهو حضر الميران؟ لا، بعد ما خلصنا الميران قعدنا في المكتب يعني. ابتدى يجي لكم معلومات وتشوفوا البني الاثيوبي؟ بالفعل. انا سافرت، واحنا في اثناء معسكر دبي انا سافرت لأديس أبابا. ورجعت تاني على الامارات. بس انا اقصد كجهاز فني متكامل ما جالكوش شرايط؟ مشاهدة فريق البني الأثيوبي في مباراة كوانوار اللي كسب فيها 4-1. نعم. خسران 1-0 في مباراة الذهاب، كسب في العودة 4-1 تأهل. فكان طبعا دي فيها دراسة بالنسبة للفريق البن والملعب والجو، وبصيت على الفنادق برضه، شوف بالنسبة للفنادق هناك على اساس هو فندق واحد على ما اعتقد. نعم. هو فندق واحد اعتقد لا، ده الكلام ده كان في 98 يعني ايامينا. احنا كان 96 او 97 الماتش بتاع 2-0 منتخب مصر اللي كان فيه القياده الفنيه للكابتن محسن صالح. هو كان فندق هيلتون، بس دلوقتي الدنيا اتغيرت. كنت موجود ولعبناهم بعد كده مره، تعادلنا 0-0 في القياده تحت كابتن فاروق جعفر لما كان منتخب مصر 97. ولعبنا كمان بقى مره البني الاثيوبي 98 لما لعبنا مباراه الذهاب. النادي الاهلي تعادلنا هناك، وبعد كده الفرقه راحت جزء اللعب في السوبر في المغرب لو تفتكر، والعوده تعادلنا 2-2 وخرجنا.
في شرايط انت بصيت وكل حاجه، هل في شرايط عشان تبقى المشاهد جبت؟ من ضمن الرحله بتاعتي انا جبت ديفيديهات ليهم نبقى بنشوفهم يعني، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت برضو الملعب حالته مش كويسه، لكن الارتفاع برضو عن سطح البحر دي عامله كل طبعا في الاكسجين دي حاجه طبعا اديه سببها. عشان كده السفر 48 ساعه قبل المباراه، وده حل من الحلول، يا مده قصيره يا مده طويله. هي فيها حلين، يا تسافر مبكر قوي 6 ايام مثلا على الاقل قبلها بيوم بحيث تعمل تمرينه وتلعب تاني يوم ما تلحقش يبقى فيه فقدان السفر يوم ايه ان شاء الله؟ هو متوقع ان شاء الله يسافر 23. ايوه، على اساس توصل هناك 24 الصبح كده، تتمرن تمرينه وتلعب 25. طبعا تاكد غياب 3 لاعبين مهمين، عماد متعب ودومينيك ووائل جمعه، ده له اثر على استعدادات الفريق؟ والله طبعا انت عارف ان عماد هو طبعا يؤثروا، 3 زي دول يؤثروا في الفريق طبعا، لكن بركه في الموجودين. لكن احنا طبعا يعني هم خارج الحسابات، لان معروف طبعا لتقرير الدكتور ايهاب مش هيلحقوا المباراه الاولى، وبالتالي طبعا احنا بنين احتمالاتنا على ان هم عدم وجودهم. لكن طبعا هم خساره كبيره، عماد متعب بيمثل قوه هجوميه وكذلك وائل جمعه طبعا يعتبر من اعمده الدفاع في المواسم السابقه كلها يعني. نعم. ايه ابرز الملاحظات الفنيه لمستر مانويل جوزيه على نقاط القوه والضعف في البن الاثيوبي؟ البن الاثيوبي هو يتمتع بجزء ومشاهدتك يعني انت كمان طبعا في الاساس يعني. هو اهم ما يميزه بصفه عامه المستوى المهاري للاعيبتهم، عندهم مستوى مهاري كويس، عندهم معظم لاعيبتهم يتمتعوا بالمستوى الادنى او الحد الادنى من المهاره بالنسبه للفريق عموما، وخط هجومهم هو اللي بيمثل ووسط الملعب الهجومي عندهم 2 لعيبه كويسين، نمره 10 ونمره 7، دول يعتبروا وسط ملعب هجومي، دول اهم ما يميزوا الفريق. والملعب هم يعني ارضيه الملعب مش كويسه قوي، لكن كثيفه ولا ضعيفه؟ يعني هو يا كثيفه يا ضعيفه، انهي فيهم؟ لا ضعيفه. طبعا ممكن الاثر ده يزول بتدريبه واحده ولا بتمرينه واحده، ولا يعني ممكن يبقى من احد مصاعب المباراه، الى جانب طبعا توقف النشاط في مصر عامل صعوبه ازيد في اعتقادي الشخصي يعني. هو طبعا دي هترجع للخبره، يعني انت متعامل مع موقف زي ده هتبقى بناء على خبره لعيبتك ان هم يقدروا. برضه احنا عندنا برضه المهارات والمستوى المهاري لعيبتنا مش قليل، وبالتالي هتقدر الى حد ما تتحكم في رتم المباراه. لكن انت لو رحت وقعدت تتفرج 4-5 ايام مش يعملوا لك حاجه في حته ان انت تتحكم في الكوره في ملعب زي ده. ولكن في النهايه مش عايزين نتوقف على الملعب قوي، لان برضه احنا دلوقتي خلاص يعني موضوع ان الملاعب والجو والحاجات خلاص انت المفروض تجتاز النقط دي كلها. لكن انا بقول لك على الحاجات اللي هي جديده، يعني الحاجات اللي هي ممكن ما تبقاش في صفنا يعني. بس كابتن محمد يوسف مدرب فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بهذه المداخله. مؤتمر صحفي بكره في اتحاد الكوره كما قيل لاعلان العقوبات الخاصه بمباراه المصري والاهلي، وايضا الكلام عن الدوره التنشيطيه والمصاعب